الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم نتكلم حول تقريبا بداية حرب معركة أحد، معركة بدر، غزوة بدر الكبرى، بداية الحرب إن شاء الله، الاستعدادات الأخيرة وكيف جرى الحرب، سنتكلم عن ذلك بإذن الله تعالى. براية مسلمان إيرو أمي بحثا دسبيكا حرب بدري، دسبيكا حرب بدري أمي بحثا يبقى ما حرب بدري حفتا چی ما بحثا حاضر بونا پیغمبر، فکر پیغمبر چی بو، کافر پلان و پروژه و حاصل ای رو هدی اما بیجه مایه صحت پاشیاج اما نیز روزه کی مایه کو حرب بدر دست بک حرب مازنا کو جار عول مسلمان تبع مشرک مکل هفت خن و دوی حرب هانه در رب عالم اسلام بسرقس پیغمبر بسرکتن و کافر شکیان ام بیجن هم کیفا مسلمان ها تو بشکی میرانی که وان ده زده یعنی وقتی ما دنمکی کن مسیحیتی کو تجربه کی کن دوی تجربه دا مسلمان سرکت هم انا بحثا يمكن ان شاء الله. طبعا بداية عدد المسلمين 300 وكم رجل، يعني 310 11 14 15 هكذا عددهم، ومعهم 70 جمل و3 فرس، لا يوجد عندهم كثير، وتقريبا جعلوا لأنفسهم 3 و4 ينوبون في الركوب على أحد الجمل، والرسول مع علي بن أبي طالب وأبا لبابة أحد الصحابة، هؤلاء 3 كذلك يتناوبون على أحد الفرس أو الجمل كما نقول. جمارة عدد جمارة مسلمان كان حبون بشاره يعني ده تقريبا 310 12 أو قبون شكون سيلحي مسلمان الآن ما ظن أنا كشوركي وشكيدنا تنبول لورا بنيتا كاروان شوبون كاتن حربي يعني حفته حب دافيوان هبون دافا حشتر دافيوان هبون سي حب جي حسب وان هبون تشكيتنا 300 أو قناه حفته حب دافيوان أنا جاري يكلي سيار باش خا كرنا هر قوتنا هر سي حبو دافاكي جوارا يا چار حب دافاكي اشترى پیغمبر جی صلی الله علیه و سلم تبع دحب صحابي یک جوان حضرت علی یک جی صحابه کی دی ناوی ابو لبابه او هرت اب پیغمبر تبع وان هرت ابي الحسب قاديس يارد جاره یک ليس يارد يعني او جب سرينه حتى دوی آريدا تشکی و های چید بو وانا خواستنش پیغمبر گوتن حیرت لیسیار امام بردوام بکن يعني ام سيار ناب تسيار هر دوام به پیغمبر صلی الله علیه و سلم سروکاتی اوه يعني مازنه برحمت اوه ایروت مازنه تماشاد کی ملت نانتنه بخو مازنه بسلمان اجی معاشي وان فوله وعربي وان هر تشتي وان فوله اي پیغمبر جي عليه الصلاه والسلام تماشا كن جوابو وان صحابي اجر قلت يا رسول خدا تمات ليسير مش خا قياتي ورن قلنا قومش مم قوترنن جالي قوته ده او جالي خيره ده جي اجوا زنگين ترنن خير جمراج لازمه حساب كن يعني چقاسا ايمانك مازن چ پیغمبر رحمت مساکن و جرابیجن حتى كلمة ويا مشهور قوم ما أنت وان بأقوى مني وجمم قواتر نن أجي تراقب قواتم يعني نبين بير بيه عمري بينجي وتشتكي يعني عمري پیغمبر بينجي حفته بينجي شاشة ما ظنش بيه أنا وقسا ما أنت ما بأقوى مني وجمم قواتر نن ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما جالي خيرات جي أجواز زنجين ترن مجمراش خير لازم رجع قيامته هرم حضور ربي خو أجر ربي خو أجر خير أبخازم انا بجم اصلا انا مثلا بحيره خدي قبول كم سي صلاح حج كريا ومدي حب عمره كريا وزاروا لما يشتكم يدش مره انا لازمون هرم بكن وقلنا كارن پیغمبر عليه الصلاه والسلام قال پیغمبر خدابو خدا بجم قلنا تتابع عفو كريا ها تيصاد بجا خير جمره لازم مسلمان غير هردم محتاج خير ورحمه وبركه خدا عز وجل. بله بشتيكو ساكنوا شون اجمع بحث بكن. طبعا رسول صلى الله عليه وسلم بعدما اخذ قرار الحرب واستشار الصحابه وراى وحده الصف الداخلي ذهب الى مكان وقال الى بدر كما نسميه ابار بدر، قال نعمل او نقف هنا، هذا هو مقر القياده عندنا. ولكن احد الصحابه اسمه حباب ابن المنذر رضي الله عنه، انظروا الى ادب الصحابه، هو قال يا رسول الله هذا المكان الذي أنت فيه الآن هل أمر من الله أو أمر من رسوله أم هذا حسب رأيك خدعة الحرب وبلان الحرب كما نسميه يعني من أجل مصلحة الحرب رأيت هذا المكان مناسب؟ أي واحد أولا يسأل إذا كان أمر من الله ومن الرسول لا يعترض وإن لم يدخل في عقله، وإن رأى بأن المكان غير مناسب لا يعترض. ولكن
لو قال رسول الله ليس أمرا من الله ولا من رسوله ولكن حسب رأيي هذا ما كان مناسب، حينئذ يبدي رأيه، فقال الرسول هذا رأي مني ليس أمرا من الله عز وجل، حسب فكري هذا ما كان مناسب، فقال يا رسول الله هنا ليس مكان مناسب. نذهب إلى المكان الفلاني ونحصل أو نستحوذ على الماء، نمنع عدونا من الماء ونكون صاحب ماء نشرب ونستريح وهم لا يشربون. فقال الرسول نعم الرأي هذا، فلنذهب إلى المكان الذي أنت تقول. كان يستشير صحابته وينزل على رأيهم إذا كان فيه المصلحة، وهذا درس للأمة. تشتكي غريب وعجيب چێبوو پێغەمبەر پشتێکۆ ئەم بێژن بچنیا چون جیکی گو ئەم لڤرا بسەکنن قامپا مەبرە لڤرا بە قام زانی قەرارگاه عسکەری گو برە لڤرا بە یعنی سەحابەیەکی ناوی حبابی کوڕی منزرە تەماشەیەک ئەدەبە سەحابیە بکن. ئەوی منزرێ گو یا رسول خدا گو کەرم کە گو ئەوی جیەک ئانام لێ سەکناندینە ئەویە خودێ گوتیە لڤرا بسەکن یا پێغەمبەر ئەمرێمەتکە یاژی لگور پیلانا پیغمبر افرا جی حربه افرا باشتره گونه نخواده نگوتی یعنی نخواده جمرا گوتی نه امرکی پیغمبر نه لگور عقل من ورا مناسب تره. صحابیه اولا سوال کرد اگر پیغمبر گوت امر خواده احتراز تنه خلاص ولو نکتا سر وانجی لگور عقل وان شاش بونج بگوت محقق لگور عقل ما شاش خواده ده چه ترزانه دمکی خیر تده هه مثلا ایرو مسلمان ما تشد به ولا ناكب عقلي من بيت بجبر ناكب عقلي من نكت عقلي دمك نراسته خديش قلت بنا نراسته لا ناكب عقل مس قبول ناكب. ابي صحابي بادب قچقا مازن و اب ادب اني قال لك جاره بلكي خدي عمر دريش كمين كي جاده بيجن صحابيات قول يا رسول خدا امر خدا يا تشتكي نورمال اكو بقول امر خدا پیغمبر احتراز نسر سر ولو ام خبوكجنش احتراز تنه خدا قلت پیغمبر گو نه والله خدا نگوت یا پیغمبر جو نگوت لگور عقل من ورا باشترش حربه را پشت ایز نواندا گو نه لگور عقل من ورا باشتره گو یا رسول خدا والله کو ساکن و ورا باشنه خیره گو مهرن فلانجی لوی daha خوشتره مهرن بیر هبون بیر آوه گو مهرن لوی ام بیرا تخم من کنترل اخو بیر ام آوهش خواه کن بکن نیاره مجهات آفجراتنه چون عادت حرب ده گره جیت جیکی مناسب به یعنی جیت جیکی بعقل به حرب انا قیمتها این حرب انا تفزن و راکوت طیران بمب ضامن حرب بره مازن بعقل ام بجن یا جنرال بعقل جیکو بخواسته نیاره خدانی لوید گو بر الفرد گو اسکارم سرکبم اما جیک اوت خواست از هر مالم خراد به نیاره بعقل ساکنوت اوی یعنی عسکر بعقل قمتان ام بجن ضابط بعقل سروک بعقل سروک بکردی سردار معنی قمطانه یجی سردار بعقد بجه اویجی مرا باشتره برا نیاره مورن برا. تاریخ اسلام را تماشات کی گلک جارا مسلمانا نیاره خدکشان جیه کد خواستن دوید اب سروانت کتن لیواتک اوت چون جیه وان ایجا اوت کتن نیاره بسرد کتن مسلمان هم داد کرن و هر حاصل وی صحابیش پیغمبر گولا فلان جیج مرا مناسب تره پیغمبر چما آف هیا میارن بان بیره تیخ بن کنترول خو بیره دنجا میدوی آن بگرن امی آوه بخونو بخون نیاره ما آوایت نبرا تیم به شرط مجبور شرط کی یعنی تنکاریش نیاره خراب جزی گوشت و برنج بدم تدفرات قوت ببی و برا ما آوام جیب قربان تبع از بمرم تساق بید حربی دافتن حربی از تبوکش میاتیم بکشی اوه معناوی از چما نیاره خوب قوت بکم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پشت گوداریاوی کرد گو والله فکرت خوشه عادت کی پیغمبر علیه الصلاة والسلام خدا امرید کرد گو شور استشاره دیکتاتوریت نجم پیغمبر از کیمت و چوال هم بر نه کی فکره کی بخوش و باش و بعقل بگوتا پیغمبر گوت والله فکره که خوشه می قبول بکن بی فکره هانه والله مسلمان تبع پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون ویجی جوان هات گوتن او چون لوی هدی حاضری اخویا حربه کرن. امر آخر او امور اخرى حصل الله عز وجل انزل مطرا بهدوء على المسلمين ولكن بشدة على الكفار. المسلمون استفادوا ربما كان قد أصاب بعضهم الجنابة فاغتسلوا ذهب عنهم الغبار كذلك اشتد الأرض تحت أرجلهم ولكن المطر الشديد أوقف المشركين من التقدم كان خفيفا على المسلمين وشديدا على الكفار. هذا أولا. ثانيا أصاب المسلمين نعاس مثل النوم حتى يجمع حالهم مرة أخرى. النوم دائما يعطي الصحة والقوة للإنسان. فالله عز وجل كذلك نزل أو أرسل الملائكة وأنزل الملائكة عليهم.
أمور ثلاثة الله عز وجل أكرم المسلمين: المطر رحمة للمسلمين، النوم، وكذلك الملائكة فضل من الله وكرم على أمته. بريك حرد دسبيك چند تشدن يجي چيبون طب إكرام معنى قنجي، إكرام خدا رب العالمين قنجي ورحمة المسلمانات كر، يعني إكرام وارد كر. يك باران اكي باران سر مسلمان نربو هيدي دهات إيش خدا يك نكار بجد دكار خدا هر تشد كار بك، يعني باران سر مسلمان هيدي دهات سفك بو أو باران هاني بلكي إنكي مسلمان فقير بجنابات شي بوبن شارع فردا كتنخو هاتن شوشتن باقش بون عرض بنوان جدية عرض قومة يا دما قوم رمل يعني بشكي باران سر دورة بشكي دجدة تكار من سر بمشن أو باران سر كافرة جي بارانك بقوة هاد باران كي تكار من بمشن، يعني تدي جانا النرويج باران تي مرنو كار بمشن باران كوصا سروان دهات أو باران نيش كافر پیش دارن هيدي دهاتن. مسلمان سفك بون باقش بون عرض نگه وان جدیات ها خوش مشیان اگه کرمه کی خدا لوان کرد کرمه کادی خدا عالم لوان کرد خواه کی آبه چعبه وان نوعاس اوه بشکی وقت مش کنه اوجی بونه اینکی خوشبیر باب کن، يعني مش کی افسد رسا حربه هره و رب عالم قنجی کادی لوان کرد دل وان حد کرد دل وان بوکا کردید بجن پولا يعني بوکا پولا دل وان جدیا وداوی رب العالمين ملائكة تجيب جوان رشان وان تشتي يعني اشتاف بريك حرد دست بك خذي كان إحسان وكرم بمسلمان راكر. يعني حصل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكان الذي هو يريد، حضر الجيش، فهناك أمر لطيف آخر. الرسول كان يسوي الصفوف، ربما أول مرة في تاريخ العرب في الجزيرة العربية يحصل نزاع أو قتال بين طرفين فكل منهما يستعد استعداد الجيوش الضخمة الكبيرة، يعني أولا كان يغير بعضهم على بعض، ولكن هذه المرة جند هناك وهناك جنود يستعد ساعة الصفر متى سيهاجم على بعضهم. فبينما الرسول يسوي الصفوف تقدم تأخر هكذا، أحد الصحابة اسمه سواد بن غزية أو غزية تقدم في الصف، فالرسول ضرب بطنه بخشب في يده، سوي صفك أنت متقدم، فهو يقول يا رسول قد أوجعتني أقدني من نفسك، أنا أريد الانتقام، يعني لماذا أنت ضربتني على بطني؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول تفضل خذ انتقامك، ويكشف بطنه فهو يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول لماذا عملت هكذا؟ كنت تقول أريد الانتقام. قال يا رسول قد ترى الحرب قادم فنحن ربما نقتل، فأحببت أن يمس جلدك أخيرا، آخر من ألامسه يكون جلد النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أموت. فدعا له الرسول بالخير، فلم يقل من أنت كيف تعترض نحن في الحرب القائد يأمر، لا، الحق حق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحق وإن كان في الحرب. تشتكي دني تشيبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم عسكر حاضر كشر رايدي كافر في آلنا، بلكي ده تاريخ عربا ده جارة عولكو دو حب شرط كن طرف الشر و حاضر ياخد كنو هيدي ودست يوم سلحي وهم بايا وكا صحتها كيب تايد شرط بين صحتها صفرية، يعني تقدس بيتك بري اما كيب كاربو شابو برو ايديش تكرن ابيا بلكي جارة عولكو هيدي تركيا دبيجن بدفو زرنا هاتنا الشر هيدي حاضر ياخد كن جارة عوله بلكي كاي كينغا دست بيك دوینا ویدا پیغمبر مسلمان راست که صافوان تشتکی او بکردید بین بالکش دیقت مروا دکشینه چید به حتی صحابه پیش داشته صفا خورا کریه پیغمبر جار عوله وان هین شرط که صفه و گره راست به نزدیکی بین والا یا نه ور حاصل و کلمه یعنی بنیان مرصوص خداد بهجه او کنوش داندی صحابه کی قیبش کی پیش داشته پیغمبر بداره کی زکی خد به خراس کت پیش داشته تا صفه خرا کریه دوری که لخصنا که یدی یعنی بقوت نه افیاد بهجه یا رسول خدا دولتم ایشاند ایشی از حیفا خود خوازم پیغمبر بیاشتر زکی خفت کرد چه زکی مخم زکی تخصیتی زکی مخم پیغمبر نخواسته بحق انسان را حضور خدا چخاصه مهمه یعنی پیغمبر رحمت خدا بهجه تجبون رحمت شاندیه ایرو کست کاره ج قمتان خدا سروکی خدا بهجه دبید از تبوک جمهات احتراز تنه پیغمبر گوهاش ترى در حال مادام تایشان حاجه لمخه یعنی بلکی تو هاتی کشتن از هاتم کشتن به حق انسان از نچم حضور خدا رحمت اوه یعنی اویا جماز که پیغمبر پاشت که علیه الصلاة والسلام تماشا زکی پاشت که
پیغمبر دوی خیره تشماز کیم فاش کرد اگازی زکی تخم بو یا رسول خدا والله وات دینی شرع کشتنه یعنی بلکی از بمرم ادخوازم اوه داوی که جان من بکیجه جانی برا جان پیغمبر به علیه صلاة و السلام ادخوازم که چون حضور خدا جمعه بیده تا سلام داوی دا که تبدأ سیکی کرد از بجم والله جان من گیش جان پیغمبر وکی دی ای داوی اوه یعنی او قصایه پیغمبر جرا دعایات که و دبی خدای عالم خیره بکن نصیبته یعنی چقدر حس کرنا واش پیغمبر را هبو حس کرنا یک رحمت پیغمبر جی چاو علیه الصلاة و السلام نگو وقت حربیه وقت بی خبردان آنه نه او جزکی پاش کتی سوی کیف آویشته ها والله از بیشم ای داوی از گیشت میکی جان پیغمبر بو جانم جان پیغمبر بو چرم من جلد من جلد پیغمبر علیه الصلاة و السلام یعنی هم حسکرین هم ادب و دوی حربانه دایتیسا وان تشتی و ساکن و خوشکش بیر وانا تشتی خوشه یعنی جان گیشت جان پیغمبر ذکر پیغمبر پاشت که صلی الله علیه و سلم. طبعا في الأخير الجيشان تقابلا جيش المسلمين في جهة وجيش المشركين في جهة أخرى جيشان أحدهما هدفه إعلاء كلمة الله عز وجل والآخر يريد أن يتجبر في الأرض. ترى من يكون مستحقا لعون الله عز وجل الذي يكون قريبا من رحمة الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. يعني داوود دحب هيجي عسكري أم بيجن أوردي عسكري هاتن هركي فكرة كون هركي هدفك هدفها يكتب قهرمان وميرن وهركس براج ما بترسه ابدا ايش بيجي هدفه غايه ما دين خدا به بلن ببه هدفه ما دين خدا به حاكم هدفه ما ابه يك نفسه يوكا نفسه فرعون ايديش بيجي خداش ما راضي به برقم ورن كشتنجي چقه هدف مازن يك راضي بونه خدا يك جي راضي بونه شيطان ونفسه خيه. طبعا حصل أمر آخر أحد الرسول صلى الله عليه وسلم بينما هو يستعد الجيوش ينصحهم بأمر مهم. ربما تتذكر قلنا قبل أسابيع قديمة بأن بني هاشم هم الذين أعانوا الرسول كثيرا ودخلوا معه في عام الحصار حينما حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات وهم يدافعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم. الرسول وفي جدا لا ينسى من أحسن إليه فسمع بأن بني هاشم أعمامه وأقاربه كذلك خرجوا في الجيش أحيانا أو يضطر الإنسان أن يعمل شيئا لأمور نحن نسميه السياسة يعني سياسة العائلة سياسة البلد أنت تعيش وربما ليس بإمكانك أن تفعل شيئا غير إلا الذي أنت تعمله. فبنو هاشم اضطروا أن يخرجوا مع جيوش المشركين اضطروا ماذا يفعلوا؟ فالرسول قال للصحابة إذا رأيتم أحدا من بني هاشم لا تعترضوا لهم يعني لا تقتلهم هم لم يخرجوا من أجل القتل اضطروا أن يخرجوا. فأحد الصحابة يقول والله لو رأيت عم الرسول لأقتلنه كيف أقتل فلان وفلان ولا أقتله سأقتله ما دام هو مشرك. فالرسول يقول لعمر يا عمر ما بالك الناس يقولوا هكذا نقول سنقتل عم الرسول عباس. فعمر يقول من هو المنافق يا رسول الله اسمح لي حتى أقتله. فهذا الصحابي الذي يقول هذا الكلام صحابي قديم ولكن قد ربما أصابه شيء لأن أباه كان مشركا بين المشركين وكان يتمنى الهداية لأبيه. في الأخير هو يعرف أو يؤمن بأن قد أخطأ خطأ فاضحا فهو يقول هذا الصحابي الجليل يقول علمت بأني أخطأت خطأ كبيرا وتمنيت أن أقتل في سبيل الله حتى يغفر الله لي ما قلت في حق الرسول وقد أكرمه الله الشهادة يوم اليمامة قتل حينما كان يحارب مسيلمة الكذاب فغفر الله له إن شاء الله. تشتكي دنيا تشيبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم صحابي أخرى قالوا صحابية عسكري كافراتنا مكي قو بني هناكي بني هاشم وزانكي نعائلة پیغمبر قو هناكيش بني هاشم هاتنا نيتوان نأوك ورن شهر بكن مجبور ما نهاتنا جانا إنسان مجبور بينكي تشتابك فياش بير وانكن يعني طبيعة الدنيا تتقول داكي داي مجبور تينكي تشتارا بيجي هري مثال تنا بيجي هري قندي تفد من نياري تبوك جن مالا تشتاقراك مجبور جانا دبي هري اواناجي مجبور فقيرامان هاتن كدرناك بنين جبون كاروان وتشتي وساكنو حزوج وانا ناملت مكيدا وان بوك جن پیغمبر جي انسانا كي پر بوفا جبير وانك وفا تشتكي وفا زانت شنو وفا داري يعني تقنجي ملت جبير واناكي
یکی قنجیل تکر احسان باشیل تکر رندی کی کر تدبیجی مالا توالا تشتکی باش مکر یعنی کردی تبیجه وفا یعنی عکسیوی ترسیوی نانکوری یعنی پیغمبر نانکور نبو یعنی چما پیغمبر وی گوتنه گو لو روان هاتن اوان انسان بخو وقت کو کافرا 3 سال نشت پیغمبر کس کی تجارت بانا بک 3 سال وان کرن حبسه کی یعنی نانتنه آفتنه تجارتنه خوارنتنه تشکیتنه عائله پیغمبر لی خوای درکت آپوی بسمامی فلا بونجی یا نفس الماموجی اما گولا وی اقربای ما انبیا ناکن قربان جواره بسمام ما بری ما کره بری ما لای بریم لای آپ ما پیغمبرش بیروانه که یعنی مادام و 3 سال جبون من زحمت دید و دین منه که کافر از مسلمان و اقوا جبون من زاروکی وان مرن بلاتاتن سری وان و دین وان نه اسلام یعنی فقط پیغمبر حس کردن لی خوای درکتن پیغمبر جو که بجا ایرو رویا کویجا از قنجی کلو بکم یعنی از آن وجبان کشتنا مدر نکت نه مجبور مانه گوگل صحابیه اگر و یک جوان دی وان نکشن گو وجبان کشتنا مدر نکت نه مجبور مانه فقیره صحابه کی گو الله از آپ پیغمبر جو بقفل مزه بکشم صحابه مسلمان فقیر دو دا هیچ نگی شقتی لو بشر انسان جانا کیمانی وان چه به حال بو کی صحابه کی پرمازنه زوبیا مسلمان دفردا فقیر و باوی برای تف کافرن قهاتنا شرط کن یعنی و ایک اولاد کشتجی باویه یعنی دلی شوتی یعنی گوه که بجا دمکی نفس الشیطان تشتکی جرا چکر فقیر دو بدا و از آپ پیغمبر جی بقیل مزی بکشم یعنی چه کیاته میوان بکشن پیغمبر گو عمر حضرت عمر پولیس پیغمبر بود جانم ساکنم کردی یعنی اثبات هنه اثبات انضباط گو عمر گو هنه کی دبیجن ام آپ پیغمبر بقفلن ام بکشن خاص يعني عقلي ولا سريف تشتاني نك يعني قو يا رسول خدا او منافق كي نجمرا بيجا او منافق كي نجمرا بكشم دفتر هاد قرت تمام پیغمبر نگو فلان کس يعني پیغمبر خواست اینکه بيجن نا پیغمبر بيجن نا بلکه شیطان بيجا ها بلا آپ ويا لو ماد بيجا پیغمبر هنك تشتا تخواست برا صحابي بيجن يعني بدبي خود چنابه جانت نکاری حق خو پارزی گره حواله تل تخوی درکبه تنکاری حق من واکنوت کمنا حواله تا دوسه تا بيجا حق وی از ما نقدرج نکه وی وقت ده فایده ده یعنی توجه خو ور حاصله کلام حضرت عمر وی گوتنه گو او ساکنی ده والله ما فهم كلمه برغنا كي مازن كريه صحابنا وكمان امامنا ما بقوتا تاينا رويز في انشل ببهر والله غلط شاشتي كي قال پیغمبر قوتا اوان زانو قوتنا غري قوتناش ده بيدر نك تفقيرو يعني ور حاصل گو دبي ازانه من پر قوتنا کا شاش قوتيا من گنا كي پر مازن كري حال بو كي نه گنا كي مازن اما لگور مقامي قوتنا گنا كي مازن يعني دبي از زانم جي كفاره وي ancak ecbone خدا şer ki bıkım varım kuşne belki kefareti bir gotnamı be. Hesab kin çıkat işteki mazın. Haberdan ki izlevi derketiye kefareti vid ve ancak ezberim kuşne derya خدا da bebim şehit belki خدای alemi min afu ke belki diye zanım afiyamtene yani. Gerem vi gotne ne gota. İro imam hazar tiştit kin ve hakaret kin ve خوشبیر başt kin fakat avan insana jbone kelime ki go ancak ezberim kuşne go belki خدای min afu ke belki diye gere زحمتش مرا او خدای عالم شهاده کر نصیبی بو شهید د شرکی دا شرکی مازنه پشت وفات پیغمبر و ناب مسیلمه الکذابی سی ابي کوگاس پیغمبر ملعون یعنی پر قوت بون یعنی مسلمان دوی شرع یعنی دا 400 حب حافظ القرآن شهید کتن 400 حب یک جمانجی اف صحابی هانه بو یعنی اوجی شهید کت ایجاد بیشن دبی ان شاء الله خدای عالمی عفو کړي لورا دغه از انجا ورم کشنه خدای من عفو وکړي جبونه خدا هات کشتن شهید کړي. امر اخر الصحابه اقترحوا قالوا يا رسول نعمل لك عريشا عريش خيمه يعني بعيد او خلف ارض المعركه وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم معظمنا لم ياتي لاننا لم نكن نعلم باننا سنحارب فهناك افاضل في المدينه اذا نجحنا في الحرب فبها ونعمت ولكن إذا حصل مكروه وخسرنا الحرب فأنت تركب الدابة وتذهب إلى المدينة هناك من سيحارب معك أشد منا فكذلك فكرة حتى يحافظوا على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلوا مجموعة من الصحابة وعلى رأسهم سعد بن معاذ من الأنصار شباب شاطرين قالوا أنتم تحرسون النبي هنا إذا حصل شيء مكروه وجعلوا دواب عند الرسول دابة حتى يركب حتى يلحق بالمدينة ولا يصيبه مكروه تشتكي دنيا چه بو
مسلمان ما هيدي عقله وانت با عقله دولته هيدي زاني جنودا فقير دولت مولد شكيتنا يعني الصفر ده دست بيتكن قلت يا رسول خدا والله او نابه امشترى چادرکی چیکن جیکی عریش وقا بجه هولک چادلکی يعني تتداب سكنت نكب نافشر تلويدا كنترول بكش مرة بيجا هر نورنو يعني قمطانية خو مزناتية خو تلويدا بكي نكب نافشر جي چما شدبا چنا بگو گوبرا چند حب صحابه جد که لقاتا بکچی بپاريزن ومي حسبك داب حسبه دين که لقاتا اگر كو امسر كتن الحمدلله اگر كوان بسر كات او بسر بكيفن وام ورن كشتني حسب خسياري وحتى مدينه نسكنه براتشكي بتنبه لو البي صحابي قال لكن فقيره نظام كم ورن شرقو قام جبوني غنيمه جبوني كاروان هاتنا ام كات الشر لبيجي اوج ظلام انا براتشكي بتنبه يعني هيدي فهمت كنت بي ام پیغمبر بپاريز اند شر داجي پیغمبر اجي كي چيكن قوت برادا براتشكي نيسرته ام سر كاتن سر نكاتن جي الحسب خسياري حتى مدينه نسكنه لبي ظلام قال لكن التا خودی در کبن و چند حب صحابیه جی کرن بکچی نوبتوان یعنی اوی پیغمبر بپاريزن سروک وانجی سعد کره معازج گنج سبکن یعنی گنج پشکی ها سبکن الله بفي شكل يعني اوانا پیغمبر پاراستن صلى الله عليه وسلم. حصل شيء آخر أبا جهل صاحب العناد الكبير دعا وكان يقول يا إله يا ربي الذي قطع الرحم هو كان يقصد الرسول هو الذي قطع الرحم وأتى بدين جديد الذي هو قريب منك أعنه على الذي بعيد منك فكان يدعو على نفسه وهو يظن بأنه يدعو على الرسول صلى الله عليه وسلم. البعيد عن الله هو أبا جهل الذي أشرك بالله هو أبا جهل ولكن هو كان يظن بأنه على الحق وهو الذي قطع الرحم وكان يظن بأن الرسول هو الذي قطع الرحم فاستجاب الله دعاءه عليه وليس على المسلمين. تشتكي دنه أبو جهل دقاكوك أبو جهل دعاكر يا ربي حسابك له أبو جهل دعاكدك جار هاي نيارة تشترى دعاتك عم بجم كرديد بالنفر قوها نفردك لي أو نفرانت بعد عاشترى دست يقبلنكر قوها يا ربي أبيج ما يكوش جعائلة خرا خرابة تي صلاة رحمة هي صلاة أقرباء حقي دبي أبيكو حقي أقرباء يخنادك كيبة أبيكو دينك نو آنية كيه أبيكو ملت برچه كريه كيه تبلاي بدي كي دورته نا أبيكو نيزيكي تايت آليكاريا يبكي إيفانتش تيكو تفدر حق پیغمبر دانه أدخوازه نفر پیغمبر بكي ولكن نفر خودك أبيكو دبي حقي أقرباء بدني پیغمبر أبي رحمة الأقرباء پیغمبر أبيكو إمام خدا آنية پیغمبر إيك نيزيكي خدا پیغمبر أو دبي قيتبش پیغمبر نفر الپیغمبر تك نفر ليبون يعني ويدعا هانيجي كرياني گو فانصوره اليوم قلت آليكاريا يبكي ولا خدا آليكاريا مسلمانا كلا ولا تشتي قلت تف پیغمبر دابو تشتي بخير صلى رحم پیغمبر دابو اوي اقربا يكنكر پیغمبر امام خدا اني بو ابو جهل امام خدا ناني بو ابو جهل دور خدا بو پیغمبر نزيك خدا بو وان حاصل جواز نفري البيغمبر بكم نفري تيوات لقلب. وفي الاخير حصل شيء اخر في سابقا هناك مبارزه رجل رجلين ثلاثه من هنا واثنين ثلاثه اربع من هنا فردا على فرد يقاتل بعضهم بعضا الذي ينجح أصحابه يتقوون يأتيهم الجسارة والذي يقتل يدخل الخوف والرعب في قلبهم. فحصل مبارزة ثلاثة من كبار المشركين وثلاثة من الصحابة حمزة وعلي وأبا وعبيدة بن الحارث من المسلمين عتبة وشيبة وابنه وليد من المشركين ثلاثة بثلاثة حصل مبارزة ولكن المسلمون قتلوهم واستشهد أحد الصحابة عبيدة استشهد حمزة وعلي قتلوا الذي بارزهم كذلك بدأ الرعب يدخل في قلوبهم. مبارزة زاني چه بكردي ميدان خستن برای هودری ميدان بيان يك بيك وكاميرا كافرة سيحة بيوان در كتن هيدي نهيرتن چينابه سيحة بيوان در كتن قولا يك ام شر بكن سيحة بيوان سرمازن در كتن پیغمبر جی صحابه درکوین اولی صحابه انصاری درکتن وانا گونانا و میرن ده ام جوخینا خود خوازم برا او درکوین يعني ولا علي وحمزه وعبيده صحابه پیغمبر گو درک یک آپ یک بسمامی او دنج اقربای پیغمبر او درکتن گو کینا گام فلان کس گو وندنگ منو وجه میره بک منه خوینا ما ولا شرکرن علي خود یک و دو کشت حمزه یک و دو خو کشت اویدنه ای کافر جی پیر بو عتبه جی پیر بو ابي مسلمان عبید هر دی عمره وان مازن بون ور حاصل ابیا بریندار ابیا بریندار هر دوج بریندار بون ای مسلمان daha birine grantır bunu giyeceği bu her halde yani
ور حاصله كلام والله حمزه سريت وجي صافي كركشتن ابي صحابه دنجي بهش ما سيچارو باش شهيد كت ابي مسلمانه ترس كد لي كافره ترس كد ليوان و ابي مسلمانه جي جسارتك خوش هاتوان ور حاصله شر دس بكير. بدأ الحرب، لا احب ان اطول في الحرب. الرسول وصام قال كونوا يدا واحدا لا تكثروا من السهام، قللوا من رمي السهام حتى تحافظوا على السهام. وبعد ذلك بعدما هاجموا المسلمون ردوا عليهم، هاجموا المسلمون ردوا، في النتيجة حينما ضعف شوكتهم أمر الرسول قال الهجوم العام فهاجموا عليهم. نتيجة المعركة 70 قتيلا و70 أسيرا من المشركين والباقي يهرب، ومن المقتولين كبار أبا جهل وأمثاله الكبار. يعني النتيجة المسلمون فازوا بالحرب، 70 قتيل و70 أسير وغنائم كبرى، ومن المسلمين حوالي 10-11 شهيد. فكان النصر حليفا للمسلمين. داوود مهابجن پیغمبر گو حاضر بن ایتی دست بکر. پیغمبر گو اولی گو پیشدا نچن شونا خدا بسکنن تیر هنه تیرو کبان گو گاوا کنیزی که و بون هجا تیرا باوجون عجله نکن و گلک جنابجن برا تیره و نقدن فشک مهمن. يعني هندك باوجن اوان چقه هاتو مسلمان آوید حتی که قوت اوان سست بوین کی کشتی وان چه بون چقه هاتو مسلمان اوان زفران حتی که سست بون پیغمبر گو دیجا کرم کن ولا او راحت بون مسلمان شو ناخذ فقط تیرو کبان خوابت نه ولا پاش پیغمبر گو کرم کن ایریش وان بکن ولا مسلمان سروان دا پشته کچون داویه حربی ام بجنو ساکینو هفته حب کافر هاتن کشتن تبجی سرمازنه وان و هفته حب جیبون اسیر کتن دست مسلمانا حتى بريوي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بشكي آخي كربو دستي خو وآويت بو وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى خلي آويت خدي عالمي توزاني بركر شعبي تبكا شعبي وانو دبي وانو دفنو بوزان شعب دومان كتيكي شعب هات قرتن وخدا قو من آويت تناويت يعني. وار حاصل مسلمان بسر كتن كافر مازن أبو جهل وقرقري وتفاتن كشتن حفطي حب كشتي حفطي حب بالأسير مسلمان جي تقريبا 13-14 حب شهيد شيبون بفي شكل يعني مسلمان ده حرب بدر دال سركتن خدا عمر دريش كي اذا بدا حفتات يم بحثا شبكن بحثا اجا غنيمه واسير وتشتي وساكنو اب حرب هاني تشوا اتبلا كرن. رب العالمين عز وجل ما شفاعتها پیغمبر محروم نكي ان شاء الله خير وبركات حياته ويجب كان نسيبه ما والريا د حياته پیغمبر دال سر سنتوي خدا بك نسيبه ما. الى ان نلتقي في الجمعه القادمه ابقوا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.